DRN وراديو 1 يقدمان النجمة يسرى في رسالة إلى الويل، بطولة صلاح عبد الله، سيد رجب، أشرف زكي، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حجاج عبد العظيم، عبير عادل، ياسمين سمير. مين اللي قال الذكريات ممكن تموت أو يوم تروح؟ دي كل ذكرى بألف روح، وكل روح منهم ليها إحساس وصوت بنحسها مع أول ذكرى تمسها. مين اللي قال الذكريات ممكن تموت أو يوم تروح؟ دي كل ذكرى بألف روح، وكل روح منهم ليها إحساس وصوت بنحسها مع أول ذكرى تمسها. في روح تميل على صوت كمان أو ناي جميل، قال اللي خباه الزمن. وروح تدندن بالغنى إحساس يجنن، ويعلى صوتها بالشجن. وروح بتظهر لما عن حبايبنا تيجي سيرة، ترجع تجيب إحساس غريب كده، حب على غير. رسالة إلى الويل، كلمات المقدمة سمر حسين آدم، غناء رشا الشرنوبي، موسيقى وألحان محمد مرسال، هندسة صوتية ومكساج هشام بلال، مدير إدارة الإنتاج أحمد حلمي، تأليف ورشة الكتابة براديو 1 إسلام شلباية، مصطفى نعمان، أحمد مجدي، مصطفى الحارس، أحمد مصطفى، الإشراف العام هالة فاروق، رؤية فنية خالد بركات، مخرج منفذ محمد إسماعيل. رسالة إلى الويل، إخراج هشام بلال. مساء المشويات والطحينة والسلطات على كل حبايبي اللي بيتفرجوا على برنامجكم افتكاسات كارم. وطبعا بما اني قلت يا مساء المشويات، يبقى اكيد عرفتوا افتكاسة النهاردة عن ايه. النهاردة هنشوي انتركوت. قبل ما نشتغل عايز اوريك يا ست الكل اللحمة، شايفين متقطعة ازاي؟ سمكها 2 سنتي، لا اكتر ولا اقل. نتكلم بقى عن التتبيلة. هقول لك يا ست الكل على تتبيلة تخلي اللحمة زي السكر. طبعا في التتبيلة العادية اللي هي بصل وقوطة وتوابل شوي، انسي الكلام ده خالص. احنا هنحط سكر وعسل ومربى وحتة فراولة وجوافة وكيوي وشوكولاتة سادة. اوعي تحطي شوكولاتة محشية لحسن تبوظ طعم اللحمة. المهم تضربي الكلام ده كله في الخلاط، وبعدين بقى تحطي اللحمة في التتبيلة. بس اوعي تحطيها كده وخلاص، لا 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 لا. انت تمسكي اللحمة كده وتملسي عليها بالتتبيلة كده، تعدي على كل حتة بحنية وحب. لازم تتبلي بحب، هو ده اللي هيعمل الطعم الحلو للأكل. اللهم مش بيقولوا الأكل نفس ولا ايه؟ بعد الفاصل بقى هقول لكم على طريقة شوي البرتقال بالجزر. استنوني في افتكاسات كارم بعد الفاصل. هايل، تسلم ايدك يا شيف. تسلم يا حبيبي. هستأذنكم بقى اروح اشرب كوباية شاي، ولا وقت الفاصل مش هيكفي؟ مش هيكفي، ده الاعلانات قدامها يجي ربع ساعة. خد راحتك يا شيف. ماشي، بعد اذنكم. بقول لك ايه يا ريس؟ ايه يا سامح؟ معلش ممكن استأذن؟ ليه يا حبيبي، في حاجة؟ ماما تعبانة ولا حاجة؟ لا يا ريس، ماما كويسة، انا بس قاعد ماليش لازمة وما بعملش حاجة، وورايا ندوة شعرية مهمة جدا. ندوة شعرية؟ طب ما تخليك وانا اعمل لك الشعرية اللي نفسك فيها يا سموحة. لا يا ريس، انا قصدي ندوة شعرية يعني بيتقال فيها شعر. شعر؟ هو انت بتشتغل ايه معانا يا سامح؟ حلوة دي يا ريس، ملعوبة. انا بسألك بجد على فكرة، انا بشوفك رايح جاي رايح جاي في الاستوديو كده ووشك سمح. انا بحبك على فكرة، بس معرفش انت بتعمل ايه بالظبط. في الاعداد يا ريس. يعني دي حاجة مهمة يعني؟ طبعا. يعني جيت البرنامج مش هيكمل؟ لا هيكمل عادي. انا عرفت بحبك ليه، عشان انت صريح يا سامح. ربنا يخليك يا ريس. يعني امشي؟ امشي يا سامح عشان تلحق الشعرية.
والآن مع قصيدة شعرية وتحفة فنية للشاعر المحبوب كاظم السابق. مساء الخير عليكم. أنا الحقيقة كنت محتار قوي في اختيار القصيدة اللي هقولها لكم النهاردة، ومن كتر حيرتي لقيتني بكتب قصيدة وسميتها أنا في الويلي. هسمعها لكم ويا رب يا رب إن شاء الله تعجبكم. وحدي متمددا على فراشي في البيت، فكرت في حالي فبكيت. وحيد أنا في الويل بين شوقي وظنوني. يا ويلي انت فين يا حبيبتي؟ رحت فين؟ كل يوم بدور عليكي في الشوارع، كل سكة ماشية فيها بعدي منها وما بلقاكيش، بس برضو ما بشتكيش. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ عشان لساكي في خيالي وبين كلامي عايشة معايا، وفي أحلامي بلقى خيالك جايلي. نفسي أصحى يوم ألاقيكي جنبي. أنا مستنيكي ولو تاهت سكتك بيكي تعالي. أنا فين؟ أنا في الويلي. لو سمحت يا أستاذنا، ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. هل القصيدة دي خيالية ولا واقعية؟ الحقيقة هي مزيج بين الاتنين. طيب حبيبتك اللي كنت بتكلمها حقيقية؟ لا تعليق. أنا حاسس إن كلامك كان متوجه لواحدة حبيتها بجد. أنا آسف جدا يا جماعة، أنا لازم أمشي. هو سؤالي ضايقك للدرجة دي؟ الصراحة هو سؤالك ضايقني جدا. بعد إذنكم. رسالة إلى الويل. الله، شكلكوا جميل قوي. يا ست هانم، ما يصحش اللي انت عاملاه فينا دي. أنا لو أهلي شافوني في البلد وأنا لابس لبس الفيل وماسك شخلالي هيذبحوني ويدفنوني، أنا واللبس والشخلالي. ما تخافش، احنا مش هنروح الصعيد، احنا هنعمل الحفلة هنا ومحدش هيشوفك خالص. طب الحمد لله، أنا مش من الصعيد ولا حاجة، أنا فلاح. استنى بقى لما أصورك وأنزل الصورة على الفيسبوك وأوريها لكل أصحابي. يا ست هانم اعملي معروف، انت كده هتجرسيني. في إيه يا زفت انت؟ ما تتنيل وتسكت. شايف لوجينا أمورة ازاي بلبس البطة؟ واقفة ساكتة وفرحانة ازاي؟ دي فرحانة دي؟ أيوة فرحانة، مش انت فرحانة يا لوجين؟ أيوة أنا فرحانة أوي. شفت؟ هتموت من الفرحة اهي. يلا غنوا الغنوة اللي أنا حفظتها لكم. 1 2 3. كوكي زمانه جاية بعد شوية بتقول وك وك وك. بص ايدك، فكيني عشان خاطري، فكيني. مش هفكك غير لما تعترف بكل حاجة. حاجة ايه بس اللي عايزاني اعترف لك بيها؟ وديت كوكي فين؟ انا ما شفتوش من اساسه. طب افتح ايدك. افتح ايدي ليه بقى؟ طيب انا عملت ايه؟ هتاخد عليها 5 كرابيج. هو انا نسيت اكلت كشكول الجغرافيا ولا ايه؟ انت كمان هترد عليا 10 كرابيج. طب على فكرة بقى، وزارة التربية والتعليم قصدي التعليم منع الضرب في الاستجواب. يبقى روح بقى اشتكيني يا فاشل. يا فاشل يا فاشل. صدقيني يا ست سرايا، انا عملت كل اللي عليا وزيادة. عملت ايه يا فسل يا فاشل؟ ما انت راجع لي قفاك يا قمر عيش. انا لفيت عليه في منطقة الويل كلها وبرضه ما لقيتوش. وعملت ايه لما انت ما لقيتوش؟ سكت طبعا، مش كده؟ لا طبعا لا،
انا صعدت الموضوع لاعلى المستويات وبعت المشكله للاستاذ عمرو لبيب، اشهر لوك شو في البلد. وايه الدليل على كلامك ده؟ ما يمكن بتقول كده وخلاص علشان ارحمك. لو مش مصدقاني افتح التلفزيون، افتح التلفزيون الرسمي صفحه التدريبات. طب فز قوم على الريموت. سلامة النظر، ما الريموت في ايديك اهو يا ست الكل. انت عارف انت لو طلعت بتكذب انا هعمل فيك ايه؟ امسك. امسك ايه تاني؟ عضعض الحجاره دي هات عشان الريموت مش شغال. عضعض. حضرتك انت مربيه كلب بلدي في البيت، عضعض ايه بس يعني؟ عادي، حاضر يا ست هاني. اهو ادينا عضعضتلك الحجاره اهو، جربي كده بقى يا ست هاني. وريني. انا عايز حد يفهمني الحكايه بتاعت كوكي دي يا جماعه. حاجه غريبه، يعني ايه طفل بريء في عمر الظهور يحصل فيه كل ده؟ خلاص ضميرنا ماتت للدرجه دي يا جماعه. على العموم احنا هنتصل دلوقتي بالدكتور فريد، اخصائي علم النفس والجهاز الهضمي، عشان يعرفنا على الحقيقه كامله. اهو شفتي اهو، حلو عموره، حلو اهو بيتصل بيا اهو. فكيني بقى يا ست سرايا عشان اعرف ارد على الاستاذ. انت تخرس خالص، انا اللي هرد. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ، معاك سرايا. ترى يا جماعه انتوا اتصلتوا برقم غلط ولا ايه؟ انا عايز حد يفهمني الحكايه دي يا جماعه. رقم مش غلط ولا حاجه يا عمرو. عمرو حاف كده؟ ده نانيس نفسها ما تجرؤش تقول لي يا عمرو. يا استاذ عمرو. ايوه كده يا فندم، ده رقم الدكتور فريد. انا سرايا صاحبه المشكله. طب احنا نتاكد ازاي يا استاذه سرايا؟ هسمعك صوت فريد عشان تتاكد اني ما بكذبش عليك. رد يا كرشو على الاستاذ. الو، الحقني يا استاذ عموره. اخرس خالص. في ايه يا ست سرايا؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ فهمونا. انا بكلمك بخصوص كوكي الطفل اللي تايه؟ لا، كوكي ده مش طفل، كوكي ده خطيبي وحبيبي. خطيبك؟ ايوه حبيبي وخطيبي. وده تاه ولا واحده شقطته منك ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. انا بصراحه مش عارفه، بس انا لازم الاقيه باي شكل. طب يعني حضرتك دورت عليه كويس؟ قلبت على الدنيا وما لقيتوش. واخر مره شفتيه فيها كان امتى؟ مش فاكره السنه بالظبط. اي علامه مميزه يعني؟ اليوم، الشهر؟ هو كان يوم مميز جدا، كان يوم 6/1. وبتقوليها في وشي؟ ايوه. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ودي فيها ايه دي يعني؟ مفيش حاجه يا ستي، مفيش حاجه. قولي لي بس اي علامه مميزه تاني في اليوم ده. كان عازمني على عصير برتقان. ايوه، ارجوكي قولي لنا انك فاكره اسم المحل. طبعا فاكراه. ارجوك تقولي. بيبو وبشير. لا انا معتذر عن الحلقه دي يا جماعه. انزلوا في فاصل يا جماعه. قبل ما تنزل بالفاصل ممكن اقول لك حاجه اخيره؟ حاجه ايه تاني يا ست سرايا؟ اللي هيساعدني اني الاقي كوكي هديله مكافاه 1,000,000 جنيه. كم؟ عنوانك فين يا ست سرايا؟ رسالة إلى الويلي. شارك بالتمثيل علياء الحسيني، نجاح حسن، سلمى المسعودي، محمد عمران، نهلة إيهاب، علاء الحريري. كلمات المقدمة سمر حسين آدم. غناء رشا الشرنوبي. موسيقى وألحان محمد مرسال. هندسة صوتية ومكساج هشام بلال. مدير إدارة الإنتاج أحمد حلمي. تأليف ورشة الكتابة بريديو 1 إسلام شلباية، مصطفى نعمان، أحمد مجدي، مصطفى الحارس، أحمد مصطفى. الإدارة المالية نشأة صبح، محمود عبد الودود. الإشراف العام هالة فاروق. رؤية فنية خالد بركات. مخرج منفذ محمد إسماعيل. رسالة إلى الويلي. إخراج هشام بلال.